مشيرات، كراكم دايرين؟ كراكم خواتاتي؟ توحشتكم. عندي شحال ما حطيتش فيديو نقولكم مرحبا بكم، وان شاء الله تكونوا كاع بخير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. وكما راكم تشوفوا جيتكم بفيديو جديد تحفيزي كما العاده. كما راكم تشوفوا بما انه العطله قربت تخلص والصيف قرب يخلص، وكم عارفين هذاك الحمى اللي فات علينا والسخانه هذيك القاويه يعني بدات تخف شويه الحمد لله يا ربي. يعني السخانه اللي فاتت علينا يعني ما يعلم بها غير ربي. يعني احنا في الغرب ورانا هكا يعني، فما ادراك ما اصحاب الجنوب مساكين ربي يكون معاهم، والحمد لله حاجة ربي. ونقول لكم كما راكم على بالكم كما راكم تشوفوا اليوم بديت معكم بروتين للكوزينه. فبما انه الصيف يعني والعطله قربت تخلص، وكما قلت لكم السخانه هذيك القاويه يعني بدات تخف الحمد لله، فما علينا غير ان نوضو ونشمروا على يدينا ونقول لكم اتفضلوا معايا للكوزينه ونوضوا لصالحنا. وكما راكم عارفين بما انه الدراسه تاني قربت ما بقى لهاش بزاف، ويعني ما غاديش نكونوا متفرغين للتنظيف هذا العميق والكوزينه وراكم عارفين. فبما انه الدخله قلت لكم قربت وما بقى لهاش بزاف، خاصة اللي عندها الأطفال اللي عندها 2-3 يعني ربي يحفظهم وربي يعين عليهم. بما أنه كما قلت لكم الدخلة قربت، فما علينا غير نخفوا على روحنا هذا الشقاء ولا هذا الصوالح اللي شدوا اليد. كما كنتم تشوفوا أنا اليوم قررت نوض وننظف. فأول حاجة بديت بها طبعا كما راكم عارفين كوزينة تشد اليد، فيها بزاف صوالح يشدوا اليد يعني تفاصيل كثيره لازم ندقوا فيها. مثلا انا كما راكم تشوفوا هنايا كانت عندي هذا الفريتاج وقررت يعني نتخلص منها نهائيا لانها غير عمليه ونحسها تدي مكان يعني تدي بلاصه في الكوزينه، وزيد على الزياده الزيت تاعها يعني غير صحي ويعني لازم يتغير مره على مره. وكما قلت لكم وهي تدي البلاص وتدي تاني انا عندي هذه الفريتاج يعني تفد بزاف الزيت، تدي 4 لترات، وعلى هذه قررت نتخلص منها وشتها غير عمليه ونحسها هكا تشد اليد والتعب يعني لقلها تنظيف دائما ودوري. وكما قلت لكم تدي بزاف الزيت والزيت تاعها لازم يتغير مره على مره، وكم عارفين 4 لترات يعني بزاف. وعلى هذه قلت خليني ننظفها وندسها ونشوف واش ندير بها. كما شفتوا استخدمت هذاك المنظف تاع فورس اكسبريس كما شفتوا البنات، هذاك يعني شيرات ديغريسون باسكو كاين ديغريسون كاين ديكابفور، هذا اللي خدمت به ديغريسون يعني تاع الصوالح اللي يكونوا هكا مزيتين ويكونوا هكا طاير عليهم الزيت. وكما راكم عارفين بما انه الكوزينه كما قلت لكم تشد اليد، فقررت ليله ما قبل قلت غدوه ان شاء الله لازم نوض صباح بكري باذن الله نبدا في الكوزينه نوخرها على روحي، وصح شدتني كاع على جورني. كملت حتى مع المغرب. ما راكم عارفين تقطعي يدي فطور ديري قهوه ولا ديري حاجه. كما شفتوا بديت ليله ما قبل هذيك الفريتاج نقيتها ليله ما قبل مع المغرب هكا نوت. راكم عارفين الشيرات رانا نشطارو غير مع الحشيه، ما على باليش على اسكو غير انا ولا كاع لا هذه نط مع الحشيه وديسيديت ودرت في راسي بلي غدوه ان شاء الله اوبليجي نوض للكوزينه ونوخرها على روحي، باسكو راكم عارفين صاي هاد السيمانه التاليه تاع يعني هاد لي سيمين توال هادو اللي راهم باقيين تاع تنوضي تروحي تشري لهم لي زافير صوالح لي خاصينهم تاع اللبسه تاع طابليات، المهم تفقدي اللي عندها شي كراطيب تجبدهم تنظفهم كل وحده وكيفاش غادي تلها. وعلى هذه قلت ان نوخر على روحي الكوزينه كما راكم تشوفوا. وكما قلت لكم ديسيديت ليله من قبل قلت غدوه اوبليجي نوض ونبدا في الكوزينه ونوخرها على روحي. اول حاجه نوض كما شفتوني كليت حاجه خفيفه
بالخوف هكا باش ما نقعدش باش ما تقعدش تدوري هكا على الخطوه، يعني كي حاجه خفيفه. كما عارفين حنا كي نشدو الكوزينه يعني ما نطلقوهاش. وبعد ما كليت نط لميت هذوك الماعين كما راكم عارفين. بما انه نط بالكوزينه في الليل غسلت كاع الماعين ودرتهم على جهه. كانت الصباح ديريكت خويت البوطاجي. راكم عارفين البوطاجي اللي قد تكون خاويه، اللي يكون خاوي كي نبغوا ننظفوا ولا كي نبغوا نديروا هذا الكرون ميناج، نخوو كامل البوطاجي باش نقضوا على راحتنا. كيما شفتوني ركبت الماعين وبديت اول حاجه قلعت هذوك التواقي، باسكو انا الثقه هذه مساعدتني بزاف جايه ما شاء الله عريضه. ونحط فيها هكا صوالح كي نغسلهم وكاع. على هذه بديت بها باسكو كان فيها تراب وكاع، نقيتها كيما شفتوا. ومن بعد انتقلت مباشره الى الثلاجه ولا رحت مباشره للفريجيدير. راكم عارفين الفريجيدير تاني يشد اليد. كيما شفتوا غسلت هذوك لي زيطاجير اللي ما على باليش انايا دي فوا نلقى فيهم صوالح مدبدين. راكم عارفين الاطفال يحطوا بوطايا يورت جو هكا دي فوا نلقى هكا تحت حاجه تلصق. راكم عارفين فريجيدير بلا هذاك التنظيف الاسبوعي قبل ما نبغوا نصرفوا ولا نبغوا نشرو المصروف تاعنا، دائما نمسحوا هذيك مسحه خفيفه. و يعني غير هكا بان طورشون ولا هكا تاعنا ولا نمسحوا فوتو عليه. ولكن هنايا التنظيف العميق يعني نديروا كل شيء. وحليت الكونجيلاتور، خليت يعني شويه يذوب من ما الفريجيدير تاعي ما يديرش الكلاصون، يعني جاي فونتيلي يدير الهواء البارد. هيا خليت الفريجيدير هكا يذوب شويه. وحليت ثاني الكونجيلاتور عفوا الفريغو. عندي ثاني عندي فريجيدير وعندي فريغو واحد اخر ثاني حليته وخليت باش يذوب من هذاك الثلج لو طون اللي نكمل مع الفريجيدير باش نتنقل للفريغو. وكما شفتوا هنايا دخلت الداخل في الفريجيدير، نقيتها ومسحتها يعني مسحه غايه. وننصحكم شيرات ما تخدموش بالجافيل في الفريجيدير، فقط ديروا شويه ايزيس في الحبل ولا خل ولا ايزيس وخل باش يقلع هذوك الروائح فقط باش ما تضيعوش في الثلاجه تاعكم. راكم عارفين الجافيل بالمطول هي في الاول صح تبين لك هذاك البياض الناصع، ولكن بالمطول هذيك البيوضيه تنقلب الى اصفرار وهكا راكي غاديه تضيعي الثلاجه تاعك وتبقي يعني تبقي تحوسي على حل واحد اخر. ولكن مع الاسف هذاك الاصفرار ما عندهش حل لانه ثابت. كما شفتوا هنا كانت عندي الخضره فستفتها هكا وغير مسحتها. هي من الافضل باش تدوم لكم الخضره في الثلاجه، من الافضل انكم تخلوها في الساشيات. ما نفضلش هاد الطريقه تاع انكم تخلوا الخضره عريانه في الثلاجه، خاطرش مع المطول يعني خاصه اذا كنتي تصرفي مصروف تاع الاسبوع. فكما قلت لكم خاصه اللي تصرف المصروف اسبوعي يعني تاع الخضره تاعها، فنقول لك ما غاديش تطول لك هذيك الخضره في الثلاجه، لخاطرش كما الكروطه تدبل، الدنجال تاني تحسيك شغل يتقلص يدبل. يعني عن تجربه يفضل هذوك لي ساشي تاع كونجيلاسيون ولا البوستات هذوك تاع 40 دورو يفضل انك تخليهم ملمومين في الساشيات تاعهم ولا تبدلي لهم ساشيات ولا انتي. والمهم ما تخليهمش عريانين هكا في الفريجيدير خاطرش ما يطولولكش. وكما شفتوا قلت لكم نظفت الفريجيدير. وهنا كما قلت لكم بديت الصباح بكري، رحت بعد ما درت شويه درت هاد الفطيره هكا. قلت باسكو ولادي كانوا عاد راقدين، كما عارفين الصغار ما مشي ينوضوا بكري، قلت ندير لهم هكا فطيره باش كي ينوضوا يلقوها واجده. كما قلت لكم هنايا بعد ما نظفت الثلاجه وتهنيت منها صراحه، يعني ما كانت يعني نظيفه ولكن مش كيما هذاك التنظيف العميق. المهم هنايا رحت شفتوها الكونجيلاتور تاعي الفريغو
كان داير الكلاصون. حقيقة أنا في شحال ما طفيته اليوم، قلت إن بما أنه نظفت تنظيف عميق فهو تاني لازم ننظفه. وصراحة بعد ما خففت منه صوالح وقلعت صوالح يعني قاع جاو في الكونجيلاتور تاع الفريجيدار، والحمد لله يعني خويته ولا يعني شباب، ويعني خليته فارغ وقلعته كاع من بلاصه هذيك تاعه، وخليته على جهه يعني ما عاودش شعلته يعني حقيقه. دوك بالك اصلا بغيت نبدل له كاع المكان باسكو داير لي يضيق في الكوزينه جايني على الطريق. المهم كما قلت لكم ما كنتش يعني في شحال ما نظفتهش هذا الفريغو، يعني راكم عارفين يعني ما حاجه كما نستخدموهاش يوميا طول باش تتوسخ، ولكن فقط هذوك الروائح تاع السمك ندس فيه الحوت كثريتها. راجلي هكا من يجيب الحوت ما نبغيش كما قلت لكم هكا الحوت كيجيبه راجلي ما نبغيش نديره في الثلاجه. راكم عارفين الثلاجه يعني يدوروا فيها الروائح، على هذه خطرات نكون دايره فيها الخبز ولا نكون دايره هكا اشياء يعني تشد الروائح، ما نبغيش نديره في الثلاجه. دايره كثريتها هنايا للحوت هكا، ولا كي نكون دايره هكا حاجه بالكونتيتي ولا ندسه فيها. وعلى هذه الخطره ما راني داسه فيه والو، يعني ماشي ما نداسه فيه والو كيما القزبر والنعناع والحمص، يعني نقلتهم كاع على الكونجيلاتور تاع الفريجيدير تاعي كبير يعني ما شاء الله يرفد، وخويته قلت علاه من نبدل له شي مكان باسكو ما نستخدمهش يعني استعمال يومي. على هذه قلت نشوف نطلعه الفوق ولا نشوف ندبر له بلاصه واحده اخرى. نقيته وخليته مفتوح هكا باش تروح منه الروائح. وكما شفتوا هنايا انتقلت مباشره لهذوك البقالات تاع لي زيبيس ثاني نظفتهم، وكنت شاريه لي زيبيس وما بغيتش نعاود نعمرهم فيهم، قلت نخلي حتى كي نغسلهم ونديرهم على جهه ويتكثروا وينشفوا غايه عاد باش نفرغ فيهم هذوك لي زيبيس. كما شفتوا هاد العلب يعني صح يعني متان وعمليين، والغلاقات تاعهم فقط مع هذوك الحبل اللي رانا نغسلوا به دروك. شفتوا جاي فيه السلك على بها هذوك البلاعات يجوا من الانوكس بالحك مع المطول يتنحاو. كاش نهار ان شاء الله نشوف لهم كاش فكره، ولا ونشوف لهم هذيك بنتوه تاع سبراي ولا نغير لهم الطلاء تاعهم. وهنايا بعد ما كنت وخرت هذوك البقالات ودرتهم يتفطروا، رحت عاودت وليت للثلاجه باسكو نظفتها غير من الداخل. تقلقت باش نعاود نشعلها، قلت باش صوالح باسكو كانوا شي صوالح كونجلي بغيتش نعاود نخليهم باش ما يذوبوش. تقلقت باش نشعلها وعاودت رجعت لها يعني نظفتها من البرا ونظفتها تاني من فوق، ولكن ما بانت لكمش باسكو ما صورتش هذاك المقطع تاع من صورتها من فوق. وجريت الثلاجه وحكيت من موراها كيما شفتوا كان كاين التراب وكاع باسكو الثلاجه ما غاديش نجروها كل يوم، يعني نقيت من موراها يعني بالخوف كما شفتوا يعني سهله نجرت لي بسهوله باسكو دار دو سول يعني تساعد في الجر تاع الثلاجه. في الاول كما قلت لكم في الاول ما كنتش دايرت لها، يعني في الاول كنت دايرت لها واحد السيبور هكا من تحت يرفدها هكا، وكنت نغبن باش نجرها يعني كانت تجي ثقيله ما تنجرش يعني ما تنجرش محال تنجر. ومن بعد قلت راجلي قلت له واحد السيو نقلعوها هذاك السيبور اللي كان عليها ونخلوها على الارض باسكو هما اصلا دايرين لهم رجلين. احنا من بكري ديك الفكره تاع الثلاجه يعني لازم نديروا لها حاجه من تحت، ولكن كي جربت هكا افضل لانه دايرين فيها كي الدراجات من تحت يعني يساعدوك باش تجريها بسهوله. وبورطون هذه الثلاجه تاعي يعني ثقيله ولكن جريتها يعني بالخف
وعاود رجعتها كيما شفتوا راني نجرها ونعاود نردها وحدي بلا ما نقارع راجلي يجي معايا يجر معايا وكاع، فقط غير تما هكا جره خفيفه ونعاود نردها. كيما شفتوا نقيت الحيط حكيتها غايه. وبالمناسبه كانت متتبعه سالتني، كما قلت لكم كانت متتبعه سالتني في هذه المره في التعليقات على الطلاء ولا البنتوره البيضاء هذه اللي درتها. كما شفتوا بالك لي ماشي شايفين الفيديو تاعي من قبل، غيرت الطلاء تاع الفايونس وغيرته وحدي. والطلاء سالتني قالت لي اسكو هل يعني تغير اللون تاعها وصفارت ولا راهي قاعده غير كيما هي. نقول لك حبيبتي راهي الطلاء راه عندي في مده الله اعلم عام ولا عامين الله اعلم، ولكن الطلاء راه قاعد كيما هو كيما شتي نحكه ونعاود دي فوا ما يتوسخش نمسحه بالكتانه هكا تكون نقيه، وراه قاعد كيما هو مصفار ما حال ما زال كما يقولوا. باسكو كما قلت لكم النوعيه تاع الطلاء شابه اللي شريتها جايه ماركه اسبانيه على ما اظن ويعني الدوم يعني ما شاء الله. وفقط نقول لك كيت يعني كي تكوني تبنتري ولا كي يكون راجلك يبنتلك ولا ديري دو كوش، يعني ما تديش غير كوش وحده. المهم نقول لك البنتوره راهي قاعده كيما هي على البياض تاعها. بعد انتقلت مباشره كما شفتوا كي يقولوا هذاك للغاز لا بلاك، قلحت هذوك الاخر تاعها هيا ودرت لهم الديغريسون كيما شفتوا وخليتهم على جهه، ومن بعد عاودت وليت حكيتهم وخليتهم يقطروا. وهنا رحت المبل تاعي ايضا الطلاء تاعه راه قاعد ابيض كما راكم تشوفوا، ما غير نحكها دائما هكا بالحبل وفقط كما قلت لكم ندير غير الايزيس والحبل، يعني ما نديرش جافي. جافي كما قلت لكم ممنوعه على الاسطح البيضاء باسكو من بعد بالمطول تصفر. كما شفتوا هنايا مسحت البلاكارات هذوك اللي من فوق، عاودت وليت بهادو تاع تحت مسحتهم وحطيتهم ولاو يلمعوا وخليتهم ينشفوا. وهنايا رحت انتقلت للماشينه لافي. اليوم بنات درت كما قلت لكم اليوم درت الميناج الثقيل، هو راه يبان لكم هكا خفيف ظريف ويا ريت كان تنظيف هكا تاع المطبخ، وخاصه المطبخ يشد بزاف اليد. كما شفتوني هنايا وخرت على روحي، يعني كيما الماشينه لافي وكاع كنت مسحتها من برا، ولكن حتى نعاود نشارك معكم يعني التنظيف العميق تاعها. وهنا كما شفتوا نظفت الحيط من موراها مسحته وحكيت المكان تاعها وعاودت رجعتها لبلاصتها. والماشينه تاعي ما نبغيش نجرها بزاف باسكو راهي ما على باليش راهي كي نجرها راهي تخرط لي مع لاد جي بونس راه خارج منها الفيس ولا جي بونس هكا حاجه راهي تحتها وجايه ثقيله بزاف، ماشي خفيفه يعني ثقيله. المهم كما يقولوا ان نظفت تحتها ورجعتها بلاصتها. وهنا تاني لافيتال المكان تاعها قاعد على جهه وتجيني يعني خفيفه في التنظيف تاعها، ماشي كيما الاخر، ماشي كيما الماشينه تاع ماشي كيما ماشينه لافي. المهم هنايا كما شفتوا لقيت المداخل تحتها حكيت، والماء غير تاع اليوم كما نقولوا لي سال من البوطاجي راكم عارفين مع الحك وكاع يسيل مع نظافه الثلاجه وكاع صوالحها يقطروا. وهنا كما شفتوا حكيت هكا كما قلت لكم درت التنظيف العميق يعني اللي يشد اليد، ولكن التنظيف هذاك اليومي رانا عارفينه كامل. ما لازمش نغفلوا على صوالحنا
حتى يطولوا يعني هكا ويشدوك في التنظيف. هنايا رحت خويت السلل تاع الخضره، انا دايره البطاطا والبصل في هاد السليلات يعني مساعديني بزاف، جايين كبار ويرفدوا يعني ما شاء الله. كيما كيما البطاطا وقاع ترفد 5 كيلو، فايت 5 كيلو يعني جايين ما شاء الله. ويعجبوني من جايين مهاويين يعني الخضرات تهاوى وما تضيعش فيهم. وتاني ما تقعدش هكا عريانه هكا، تقعد مغطيه وقع فيهم بلاعاتها، يعني المنظر تاعهم يجوا شابين وجايين في البلون، يعني يجوا منظر تاعهم شباب. كما قلت لكم خويتهم وحكيتهم تاني هما جايين نحطهم تحت مقابلين التاقه اللي هي يتغبروا لي من جايين بيضين، يعني تبان فيهم الغبره. وكما قلت لكم نظفتهم ودرتهم في التاقه. هذيك التاقه اليوم ساعدتني بزاف بزاف قعدت دايرتها كسله نغسل ونحط الداخل ينشفوا لي بالخف، وهذه هي. وهنايا كما راكم تشوفوا انا المابل تاع الكوزينه بعد ما نطفيه بالحبل والازيز نعاود نفوت عليه كما قلت لكم نعاود نفوت عليه بالكتانه والبرودوي تاع المابل، يعني يولي يلمع. و ميم طون هذا البرودوي فيه ريحه يعني ما شاء الله، تقعد ريحه شابه في المابل. هاكا تحسي بريحه النقاء وريحه النظافه، يعني ما من المابل يعني تاع الكوزينه نديروا له البرودوي تاع المابل. علاه لا باسكو مابل على هذه كما قلت لكم نعاود نمسحه بهذاك البرودوي ويولي شيرات يلمع وتقعد فيه ريحه شابه وتقعد فيه ريحه النقاء. وكيما شفتوا خويت البلاكار من تحت، قلعت كاع هذوك الماعين تاع لهنا ندير ماعين تاع الحديد ونقيت المكان تاعهم. ولكن هاد الجهه تاع البوطاجي كانت نظيفه، ما خملتهاش. ونتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم وما كنتش ثقيله عليكم، وان شاء الله نقولكم في فيديو اخر ان شاء الله حبيباتي، ونقولكم مع السلامه.